شكرا الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فخامة الرئيس الباجي قايد سبسي، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، رئيس الدورة العادية 30 للقمة العربية، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، معالي السيد أحمد أبو الغيد أمين العام لجامعة الدول العربية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يطيب لي في البداية أن أنقل لكم تحيات فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية، الذي كان يود بشدة أن يشارك في أعمال هذه القمة الهامة مع أشقائه قادة ورؤساء العرب، ولكن لم يتمكن من المشاركة للظروف طارئة، وهو يتمنى للقمة كل النجاح والتوفيق وأن تحقق أهدافها المنشودة وتعالج قضايانا فيما يعزز عملنا العربي المشترك. وإنه لشرف عظيم لي أن ألقي هذه الكلمة نيابة عن فخامة الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفدرالية. ويسرني بهذه المناسبة المباركة أن أتوجه بالتهنئة الحارة لفخامة الرئيس الباجي قايد سبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة على تولي رئاسة هذه الدورة للقمة العربية، كما أتوجه ببالغ الشكر والتقدير والامتنان لجمهورية التونسية رئيسا وحكومة وشعبا على ما لمسناه من كرم الضيافة وحسن الوفادة منذ وصولنا إلى هذه الأرض الخضراء الكريمة، متمنين لتونس الشقيقة مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار. والحق أن تونس تمتاز بنضج سياسي وحكمة رشيدة في انتقالها الناجح إلى الاستقرار والديمقراطية، ومن الإنصاف إشادة تونس في مواقفها الثابتة لحفاظ والدفاع عن القضايا العربية، والحضور العربي مثال يحتذى به في هذا الوطن العربي الأصيل. كما يسعدني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة على رئاسته للدورة السابقة للقمة العربية، وما بذله من جهود جبارة والتي ساهمت في متابعة قضايانا العربية والإدارة الحكيمة التي كانت لها الأثر البالغ على عملنا العربي المشترك. وكذلك أود أن أعرب عن امتناني للجهود المثمرة التي تقوم بها الأمانة العامة للجامعة الدول العربية، وعلى رأسها معالي الأخ الأمين العام أحمد أبو الغيد في دفع عملنا العربي المشترك نحو الأفضل، وفي الإعداد الجيد وحسن التنظيم لأعمال القمة. وشكر موصول لأصحاب السعادة السفراء والمندوبين على الأداء المميز والرفيع. أخي الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، يأتي انعقاد هذه القمة الهامة في وقت تواجه منطقتنا العربية أزمات والتحديات مختلفة وتتضاعف فيه الأخطار، حيث البعض من دولنا لا تزال تمر بظروف أمنية حرجة، الأمر الذي يجعل ضرورة حتمية إلى تنسيق وتضامن أكثر من أي وقت مضى، وذلك لتحقيق الاستقرار الذي بدونه لا تنمية ولا عمران لبلداننا ولا رفاهية ولا عيش كريم لمواطنينا. وهذا يتطلب تعاونا غير مسبوق بين دولنا، وخاصة في مجالات تبادل المعلومات الأمنية والخبرات التكنولوجية الحديثة. ولا يخفى عليكم أن الإرهاب يظل من أخطر التهديدات بأمن واستقرار وطننا والعالم أجمع، فإن انتشار ظاهرة الإرهاب وتبعاتها أثرت سلبا على التنمية لمجتمعاتنا، وخلفت تزايدا أعداد النازحين واللاجئين من وفي بلداننا.
رغم الجهود المبذولة من قبل دولنا في محاربته على مختلف المستويات. وفي هذا السدد نؤكد على عزمنا في مواصلة التعاون والتنسيق فيما بيننا لاستئصال هذه الآفة من جذورها بكل ما أوتينا من قوة. وأنا على ثقة تامة من أن عزيمتنا على تسدي مشاكل الحاضر والتحديات المستقبل تمكننا بإذن الله في مواجهتها عبر التضامن والتكامل العربي الفعال والبناء، وذلك انطلاقا من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من تحولات اقتصادية واجتماعية، فإن التنمية الشاملة هي التي تعالج بطريقة مختصرة التحديات الراهنة وتشكل بوابة لمواكبة العصر، وهو الأمر الذي لا غنى عنه في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 لمنطقتنا. أخي الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، فيما يخص الصومال فإن حكومة جمهورية الصومال الفدرالية حققت تطورا إيجابيا في الفترة الماضية كما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة قبل شوية في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمصالحة الوطنية، كما عززت النظام الفدرالي والتوافق السياسي بين المركز والأقاليم، حيث ركزت الحكومة أيضا اهتماما خاصا على تعزيز دور المرأة الصومالية والشباب الذي يمثل أكثر من 70% في سكان الصومال، ومشاركتهما الفعالة في القضايا الوطنية التي تساهم في تحقيق التنمية، وذلك توفير فرص العمل وتطوير المهارات والإشراك في عمل المؤسسات الحكومية، وهو ما يعد استثماراً في المستقبل. ولكن لا تزال الحكومة الصومالية بحاجة إلى دعمكم ومساندتكم لكي تتمكن من بناء مؤسسات الدولة ومواصلة تنفيذ برامجها الأولوية في الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها. لذلك نطلب من أشقائنا تنفيذ القرارات ذات الصلة بالصومال في القمم السابقة، وخاصة إعفاء الديون الخارجية والدعم المالي لموازنة حكومة الصومال ودعم مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية مواردها. وفي هذا الإطار فإن أهمية وقيمة القرارات تكمن في تنفيذها لا في اتخاذها. أخي الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، أما حول القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، نؤكد التمسك بمبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي والقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الشأن، ونقف إلى جانب أشقائنا في دولة فلسطين ونؤيد حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير قابل للتصرف. وفيما يخص التطورات في سوريا الشقيقة، نجدد التزامنا الكامل بوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في الاستقرار الأمني والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، كما نؤكد أن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في حل السياسي القائم على مشاركة جميع أطراف سوريا وفقا لميثاق الجامعة الدول العربية ومبادئه والقرارات ذات الصلة بهذا الشأن. فإن حكومة جمهورية الصومال الفدرالية تؤكد على موقفها الثابت باعتبار الجولان السوري أرضاً عربياً محتلاً وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981. كما نؤكد تضامننا الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة في وحدة وسيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها. كما نؤكد مجددا على ضرورة الالتزام بالحوار الوطني والحل السياسي الشامل. كما نحن نقف إلى جانب أشقائنا في اليمن في استمرار دعم جميع إجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية، ونؤكد وقوفنا بجانب تطلعات شعبه في الحرية والاستقرار الأمني والحفاظ على وحدة وسيادة اليمن. ونجدد تأييدنا الكامل بموقف الحكومة اليمنية في التمسك بمرجعيات الثلاثة المتمثلة بمبادرة الخليج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة، وندعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن لإنجاح العملية السياسية على أساس
المرجعيات المتفق عليها. لذلك ندعو مجددا مزيدا من التعاون والتنسيق في استعادة الدور العربي وتفعيله من خلال إيجاد رؤية عربية موحدة في تجاوز خلافاتنا الداخلية للمصلحة العليا وتعزيز تضامننا العربي في سياساته الداخلية والخارجية، ولا بد من استفادة من قدراتنا البشرية ومواردنا الاقتصادية التي تساعدنا على تنمية منطقتنا لتنفيذ رؤيتنا العربية المشتركة، وكذلك توحيد مواقفنا العربية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، خاصة في ظرف زمني تتوحد فيه الأمم. أخي الرئيس، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي، وأخيرا قبل أن أختتم كلمتي أود التنبيه إلى أن انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا لا تقل خطورة عن الإرهاب والعنف الذي تواجه الأقليات المسلمة في المجتمعات الأخرى يأتي من تطرف يميني، حيث ترتفع نسبة الهجوم بين الحين والآخر، وهذه الظاهرة هي كراهية وخوف من الإسلام والمسلمين، ونعتبرها مرض عقلي وشكل من أشكال العنصرية الذي يراد به تشويه صورة الإسلام والمسلمين. ولذا ندعو إلى نبذ خطابات الكراهية والعنف المنبثق عنه، وكذلك ندعو إلى تكوين جماعات الضغط الإسلامية لمكافحة هذه الظاهرة في ديمقراطيات الغرب، ونؤكد دعمنا في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين شعوب العالم، وننتهز هذه الفرصة السانحة لإشادة الموقف العاقل النبيل الذي اتخذته الحكومة النيوزيلندية تجاه الهجوم العنصري الذي تعرض لها المسلمون في بلادها مؤخرا. وفي الختام نجدد عزمنا في بذل كل الجهود لخدمة قضايا بلداننا، وأن يتمكن العمل العربي المشترك من التشارك والتشاور، وندعو الله أن يوفقنا بما فيه خير أمتنا، وأن يسدد جهودنا لتجاوز الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها وطننا العربي، بما يعزز أمننا واستقرارنا ويحقق ما نتطلع إليه شعوبنا من ازدهار والرخاء. وأخيرا أكرر الشكر لفخامة رئيس الجلسة ومعالي الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية وكل الحاضرين في هذا الاجتماع، ونرجو هذه القمة قمة العزم والتضامن كما سماها الرئيس باجي غاية السبسي، كل نجاح والتوفيق، ودمتم في عون الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.